بسم الله الرحمن الرحيم. الصف الأول الإعدادي. نص تواضع سيدنا عمر للشاعر حافظ إبراهيم. النص 8 أبيات وهو حفظ. نبدأ بالتعرف على الشاعر. حافظ إبراهيم شاعر مصري من كبار الشعراء المعاصرين، ولد عام 1872. لقب بشاعر النيل وشاعر الشعب. من مؤلفاته ديوان حافظ والبؤساء. الفكرة أو المضمون الأساسي في هذا النص هو أن حافظ إبراهيم يتحدث عن عدل سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى أن رسول من عند ملوك كسرى رآه ينام تحت أسفل شجرة مستغرقا في نومه، فرأى فيه العدل والجلالة، فهو لا يأمن هكذا إلا عندما يطبق العدل، فإن العدل يعني الأمن. نبدأ في قراءة النص. وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا، وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببرده كاد طول العهد يبليها. نقرأ النص مرة تانية. وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الراعية عطلا، وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببرده كاد طول العهد يبليها. هنبدأ في توضيح بعض المعاني. راعى أدهش صاحب كسرى، صاحب اللي هو الرسول، رسول كسرى أو رسول ملك كسرى. كسرى هو كان لقب بيطلق على ملك الفرس. كسرى هو لقب بيطلق على ملك الفرس. بين الرعية هم عامة الناس. عطلا هو الراعي والحاكم. عطلا خاليا من مظاهر الطرف. وهو راعيها حاكمها. بين الرعية العامة، عطرا خاليا من مظاهر الطرف والزينة، وهو راعيها، الراعي هو الحاكم. وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. وعهده علمه بملوك الفرس أن لها سورا. السور هو جمع سور أسوار، وهو البناء الذي يحمي المكان من الجند اللي هم الجنود والأحراس الذين يقومون بحراسة السلاطين، والمفرد حارس. الجند اللي هم العسكر، يعني هو علمه بملوك كسرى والفرس ان دايما حواليهم سور مثل بناء من الجند العسكر والأحراس اللي هم يحرسون السلاطين، والمفرد حارس يحميهم. دائما يرى الملوك في الفرس يمشون ومعهم سورا، كأنهم يقومون بعمل سور، بناء بينهم وبين الناس من الجند والأحراس، في حين أنه يرى سيدنا عمر يمشي بدون طرف بين الناس، ليس معه حرس ولا طرف بين الناس، وهو يمشي بين رعيته. رآه مستغرقا في نومه، ينام نوما عميقا. فرأى فيه الجلالة اللي هي العظمة، والمضاد الحقارة. في أسمى معانيها، أسمى
أرقى وأرفع، رأى فيه العظمة في أجمل وأرفع معانيها. فوق الثرى، الثرى اللي هو التراب المبلل بالندى، التراب المبلل بالندى. تحت ظل الدوح، الدوح اللي هو الشجر الكبير، الشجر الكبير، مشتملا بورده كاد طول العهد يبليها. مشتملا، ملتفا، مشتملا ملتفا. البردة العباء أو الرداء الذي يصلح للغطاء، البردة العباءة أو الملبس الذي ينفع في التغطية. كاد قرب طول العهد يبليها، كاد الزمن أن يجعلها يفنيها أو يجعلها قديمة. فحتى الرداء ليس فيه طرف، فهو رداء كاد طول العهد يبليه ويفنيه. رداء سيدنا الذي كان يلتف فيه سيدنا عمر كان رداء ليس فيه أي نوع من الطرف، مثل بقية الملوك، ملوك كسرى. نبدأ في الشرح. يحكي لنا الشاعر قصة سيدنا عمر مع رسول كسرى. فقد رأى الرسول عمر نائما تحت ظل شجرة ومستغرقا في النوم، فأعجب بتواضعه وزهده، وقال له: حكمت فعادلت فآمنت فنمت يا عمر. يعني ايه معنى الكلام ده؟ عندما شاهد رسول كسرى سيدنا عمر نائما تحت ظل شجرة ومستغرقا في نومه، مستغرقا نائما نوم عميق، فأعجب بتواضع هذا الخليفة الذي لديه ملك كبير يحكم عدد كبير من الناس ومن البلاد، ومع ذلك فهو يختار تحت الشجرة أسفل ظل شجرة وينام فيه، ولا يختار قصر من القصور ليرتاح فيه. فأعجب بتواضعه وزهده، وقال له: حكمت فعدلت فآمنت فنمت يا عمر. أن سبب نوم، أدرك رسول كسرى أن سبب نوم عمر واستغراقه في النوم هو أنه أقام العدل. فعندما يطبق الإنسان العدل فإنه يأمن، يكون في أمان، يعيش في أمن، فهو لا يخاف من أحد، فهو يطبق العدل على كل الرعية، يطبق العدل على كل الرعية. تعجب رسول كسرى من تواجد سيدنا عمر بين رعيته، مجردا من مظاهر الطرف والزينة، ودون حراسة، رغم مكانته، فهو أمير المؤمنين، عمر أمير المؤمنين. ومع ذلك تعجب الرسول، رآه يمشي بين الناس وينام وليس معه حراسة ولا طرف ولا زينة، لا يرتدي أفخر وأفخم الثياب، ولا يمشي بحراسة وجنود حوله، في حين أنه يرى ملوك الفرس يسيرون في مواكب بين رعيتهم محاطين بجنود وحراسة. وجده نائما لا يخاف شيئا. لماذا وجده على هذه الحال؟ وجده على هذا الحال لأنه لم يظلم أحد. رآه نائما فوق التراب تحت ظل شجرة ملتفا بثوب قديم كاد أن يبلى، فوجد فيه العظمة في أروع صورها. يبقى سر إعجاب رسول كسرى بسيدنا عمر رضي الله عنه لأنه وجد فيه التواضع والعظمة في أجمل معانيها، فهو لا يسير بين رعيته في طرف وزينة وحراسة كبيرة، فهو لا يحتاج لكل هذا. لماذا لا يحتاج لكل هذا؟ لأنه طبق العدل، فأصبح لا يخاف من شيء لأنه لم يظلم أحد، فينام ويمشي بين الناس دون أن يخشى من أحد، فهو لم يظلم أحد، على عكس ملوك كسرى الذين يسيرون في مواكب كبيرة من الحرس والجنود والحراسة وطرف وبذخ، فوجد فيه العظمة في أروع صورها. نأتي لمظاهر الجمال. وراع صاحب كسرى، تعبير جميل يدل على دهشة رسول كسرى مما شاهده من تواضع سيدنا عمر. تخيلوا أنه رسول جاء ليقابل أمير المؤمنين، فوجد أمير المؤمنين
نائما تحت ظل شجرة على التراب ومغطى بإيه؟ بثوب قديم كاد أن يبلى، فاندهش لأنه عنده يرى ملوك الفرس في أبهى وأفخم الثياب وفي أعظم القصور في بلاد الفرس. فراع صاحب كسرى تعبير جميل يدل على دهشة رسول كسرى مما شاهده من تواضع سيدنا عمر. بين الرعية عطلا وهو راعيها، تعبير جميل يدل على شدة تواضع سيدنا عمر، فهو يمشي بين الرعية وهو الحاكم ولكنه بلا طرف أو زينة. تعبير جميل يدل على شدة تواضع سيدنا عمر. بين الرعية والراعي تضاد، بين الرعية والراعي تضاد يقوي المعنى ويوضحه. وعهده بملوك الفرس أن لها سورا، تعبير يدل على طرف حياة ملوك الفرس، تعبير يدل على طرف حياة ملوك الفرس. فهنا هو يقارن بين سيدنا عمر وملوك الفرس. سيدنا عمر بلا طرف بلا جنود بلا حراسة، ملوك الفرس يصنعون لأنفسهم سورا بناء من الجنود والعسكر ليحموهم. فهنا يدل على التواضع وهنا يدل على الطرف والعظمة. وعلاقة البيت الثاني بالأول تفسير، علاقة البيت الثاني بالأول تفسير. فلماذا رعاه؟ لأنه عهده بملوك الفرس أن لها صورة. تعجب لماذا تعجب من رؤية سيدنا عمر هكذا؟ لأنه علمه بملوك الفرس أن لازم أن يجب أن يكون معهم حراسة وطرف. أن لها صورا، أسلوب مؤكد بإن صورا من الجند والأحراس يحميها، تصوير وتشبيه للجنود في قوتهم وتماسكهم بالسور المنيع. والعطف يفيد التنوع في الحراسة، جند وأحراس. الجند اللي هم العسكر، والأحراس المختصون بحراسة الحكام، فهم يصنعون لأنفسهم سور، تصوير للجند والأحراس في قوتهم وتماسكهم بالسور المنيع، لا يستطيع أحد أن يصل إلى الحاكم. والعطف يفيد تنوع الحراسة، وهم الجند والأحراس، تنوع في الحراسة. بين البيت الأول والثاني مقابلة، بين البيت الأول والثاني مقابلة. ايه المقابلة هنا نوضحها ازاي؟ فهنا في تضاد، مقابلة بين تواضع سيدنا عمر في البيت الأول وتكبر ملوك الفرس في البيت الثاني. يبقى بين البيت الأول والثاني مقابلة، بين البيت الأول والثاني مقابلة. رآه مستغرقا في نومه، تعبير جميل يدل على الأمن والاطمئنان. فالإنسان لا يستغرق في النوم وينام نوما عميقا إلا وهو آمن، يشعر بالأمن والطمأنينة. فهو تعبير جميل يدل على الأمن والاطمئنان مما يوحي بعدل سيدنا عمر. فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، تصوير للجلالة بشيء مادي نراه. الجلالة شيء معنوي نشعر عند الفرد أن عنده عظمة، نشعر بهذه الجلالة. فهو هنا قال فرأى، فالإنسان يرى الأشياء المادية، فهنا تصوير للجلالة العظمة بشيء مادي مما يوحي بعظمة سيدنا عمر. فصوروا من عظمته بأن العظمة متمثلة في سيدنا عمر، فهو يراها فيه. وكذلك أسلوب قصر للتوكيد والتخصيص، فالجلالة تقتصر وتتأكد وتختص بسيدنا عمر. فوق الثرى تحت ظل الدوح، تعبير جميل يدل على شدة تواضع سيدنا عمر. فهو ينام فوق الثرى مباشرة، فوق التراب، لم يقم بفرش شيء ينام عليه، بل هو فوق الثرى مباشرة، مما يدل على شدة تواضع سيدنا عمر. مشتملا ببرده كاد طول العهد يبليها، تعبير جميل يدل على زهد سيدنا عمر
في الدنيا ونعيمها. فهو لا يريد من الدنيا ومن الحياة ثوب ولا قصر ولا شيء، فهو يريد أن يطبق شرع الله فقط، ويريد أن يطبق العدل بين الناس. فهو يلبس رداء قديم كاد الزمن أن يفنيه ويبليه، فذلك يدل على زهد سيدنا عمر في الدنيا ونعيمها.